إذن أعزائي المشاهدين، معي الآن الدكتور عمر صالح آل غضير، المصنف في بطولة المملكة العربية السعودية لكرة الطاولة، والمصنف بشكل عام بالنسبة للاحتياجات الخاصة. بداية يا دكتور، لو تحدثنا عن التصنيف الخاص أو العشر فئات اللي تم تصنيفها، وعلى أي أساس يتم تصنيفها في هذه البطولة؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالنسبة لأي بطولة تقام ذوي الاحتياجات الخاصة يخضعون كل اللعيبة إلى تصنيف طبي حسب الإعاقة وحسب نوعية الإعاقة. مثلا على سبيل المثال إصابة العمود الفقري، حالات الشلل الدماغي، حالات البتر، حالات طبعا الفقد البصر، حالات بالنسبة لتنس الطاولة طبعا يكون لهم تصنيف الحركي، الألعاب الحركية. مثلا عن إصابات العمود الفقري حسب مستوى إصابة العمود الفقري يتم تصنيفه. طبعا هناك 10 فئات، 4 فئات، 5 فئات من وضع الجلوس، و5 فئات من وضع الجلوس، من وضع الوقوف. طبعا يصنف حسب نوع بالنسبه للعمود الفقري، حسب موقع الاصابه العمود الفقري. يعني بالنسبه للبتر حسب البتر، اذا كان مثلا على سبيل المثال بتر مثلا بالقدم، بتر تحت الركبه، بتر فوق الركبه. مثلا حالات الشلل الدماغي، تكون الشلل الدماغي من عده فئات، اللي هو في شلل نصفي طولي، شلل نصفي سفلي، شلل رباعي، شلل ثلاثي. طبعا الشلل الثلاثي في شلل تشنجي وشلل ترنحي. طبعا من خلال التصنيف ومن خلال الفحص تبين لنا نوع الإصابة ويحط الفئة اللي هي المناسبة التي تتناسب مع فئته. الحمد لله لأول مرة الآن شاركوا فئة الأقزام كرياضة، وعلى أساس تنشيط الأقزام، طبعا على أساس إنه اتحاد خاص للأقزام، وضمت بالبطولة هذه الحمد لله اللي هي فئة الأقزام. طبعا فئة الأقزام لهم حد معين للطول اللي يتناسب إنه يسمح له باللعب مع الفئة الخاصة أو لا يسمح. ممكن فئات الجلوس ما راح يعني ممكن ما نتابع لاعب من فئة الجلوس يلعب في مواجهة لاعب من فئة الوقوف، لكن ما بين ال5 فئات للجلوس وال5 فئات للوقوف ممكن لاعب ينافس لاعب. 5 فئات ممكن في اللعب المفتوح، اللعب المفتوح ممكن جلوس ووقوف. بعض فئات الجلوس ما شاء الله يعني أداءه ومهاراته يفوق الوقوف. هذه ناحية. الناحية الثانية بحسب اختيار اللاعب، بعض اللاعبين يستطيع الوقوف ويلعب واقف، وبعض اللاعبين لا يختار الجلوس. طبعا حسب اختياره، حسب اختياره، يقول والله بإمكاني اني العب جلوس او العب وقوف. لكنه هو طبعا اذا تم لعبه الوقوف يلعب وقوف دائما، اذا لعب جلوس يلعب جالس دائما حسب التصنيف. يعني ممكن ما بين فئتين الجلوس يلعب لاعب فئة جلوس مع لاعب فئة جلوس اخرى؟ لا طبعا في لا لازم نفس التصنيف، نفس الفئة، كل فئة جلوس نفس الفئة. يعني مثلا كلاس 1 او فئة 1 يلعبون مع فئة 1، او مثلا فئة 4 يلعب مع فئة 4 مباشرة. في حالة انه عدم وجود مثلا لاعب واحد مثلا فئة 3 ولا يوجد لاعب اخر من فئة 3، يضطر انه يطلع الى فئة 4، يضطر انه يطلع لفئة 4، طبعا ما يسمح له يلعب وحده. إذا أخيرا بس كلمة توجهها للشبكة الإعلامية، الشريك الإعلامي لبطولات ودورات الأحياء والمتواجد اليوم في بطولة المملكة. طبعا أشكركم على اللقاء والاهتمام وحضوركم للفئة هذه التي تحتاج إلى الدعم من جميع شرائح المجتمع، وأنا طبعا أشيد فيكم وفي موقعكم إن شاء الله تعالى، وإلى الأمام إن شاء الله تعالى. الله يعافيك.